اهلا بحضراتكم في كل مكان في الدنيا. انا هفتح مع حضراتكم ومع ضيفي الكريم اكتر من باب، 4 ابواب تقريبا. هنبتديهم بكوبا امريكا. طلعت الارجنتين، وقعت البرازيل. الحلم اللي احنا عشنا ان احنا نشوفه ما بين التانجو وما بين السامبا خلاص ما بقاش موجود على ارض الواقع. ليه؟ علامة استفهام. نقطة رقم 2 او الباب الثاني هو باب دوري الابطال اللي فيه سموحة فقط بيغرد من الجانب المصري، ومعاه مجموعة شايفينها بكل بساطة أو بكل سهولة إن هي يسيرة على فريق سموحة المصري. عندي أهلي وزمالك موجودين في الكونفدرالية ومعاهم فرق زي الترجي وزي الصفاقسي، فرق قوية لكنها سقطت قدام الأهلي والزمالك. لعل المانع خير، وبرضه هنحط علامة استفهام. آخر باب هفتحه مع حضراتكم هيكون عن باكو في أذربيجان، ونشوف آخر النتائج كانت إيه، لأن حفل الختام كان امبارح. وأذكركم إنه حفل البداية أو الافتتاح كان ب 95 مليون دولار امريكي، وقع في الدولار. طيب، ضيفي العزيز استاذ لطفي عسقان، ناقد رياضي مرموق في جمهوريه مصر العربيه، وايضا ورئيس تحرير الكره اليوم، ضيفا عزيزا في برنامجي الهدف. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. نورت استاذ لطفي، بقالنا كتير ما تقابلناش. كتير فعلا. طيب، سقوط البرازيل له اسباب كثيره جدا. انا هفتح بس معاك الباب نقطتين. اختيارات دونجا غريبه. النقطة رقم 2 والمهمة، توظيف الاختيارات الغريبة من دونجا برضو غريبة. ده وتصريحات دونجا بعد المباراة أكثر غرابة. صحيح. إنه يقول إن أنا كده بتتأزم موقف البرازيل إنها تطلع كأس عالم، إن التصفيات هتبقى صعبة على فريق البرازيل. الشكل العام يوحي إن المنتخب مش هيبقى بنفس القوة اللي الناس منتظراها. ده كلام برضو أكثر غرابة جدا من دونجا. طب أنت النهاردة لما بتخرج من بطولة زي ديت، كان المفروض ان انت يعني الثالث في عدد اللي فايزين بيها بعد الارجنتين واوروجواي 6 مرات ورا البرازيل على طول. فالمفروض ان انت يعني بتعمل رقم جديد بالنسبة لك، بتعمل اعداد جديد لتصفيات المونديال، بتعمل توليفه جديده تقدر تلعب بيها. كويس. بعد ده المنطقي، ده طبيعي، ده المنطقي. لكن مش هو ده اللي على الارض خالص. هفكرك حته شوقي غريب، ان شوقي غريب كان عنده طموح مختلف مش قادر يطبقه على اللعيبه اللي عنده. طموحه اكبر من امكانيات لاعبيه. بس البرازيل ما ينفع. هو في حد اعلى من امكانيات البرازيل؟ مفيش اعلى من البرازيل، لكن الاختيارات بتاعت اللاعبين هي اللي عليها علامه استفهام. صح. اعتقد ان عدد كبير من اللعيبه مش هو اللي حتى يليق بارتداء فانلة البرازيل. يعني ما تحسش ان انت بتتفرج على البرازيل اللي هي بتمتع، على الاقل بتمتعك من اللمسه الواحده، على الاقل بتلعب كوره حتى لو هي خسرانه بتمتعك. طيب، انا عندي ربط، مش عارف اذا كان الربط ده حميد ولا لا، لكن انا عندي الفاينل بتاع مونديال الشباب برضه وقع في البرازيل قدام صربيا. يعني البرازيل قدام صربيا، مع كامل احترامي للفريق الصربي او لتاريخ الفريق الصربي، لكن هل في رابط ما بين ان الصغيرين بيقعوا بمنتهى السهوله في فاينل، وعندي الكبار وقعوا قدام كولومبيا في الماتش اللي قبله، وبعد كده يقعوا بضربات الجزاء الترجيحيه وهم داخلين في مشوار لنهائي او عينيهم على الفاينل بتاع كوبا امريكا؟ في رابط؟ اكيد في رابط. ايه هو؟ ان التجهيز عندك مش ماشي بنفس السيستم اللي انت بتعده في الفريق الاول، لان انت اوريدي بتاخد من الشباب. صح. ده اللي بيغذي، ده اللي بيغذيك. فعشان تاخد من الشباب وتطلع الفريق اول، فالمفترض ان انت يكون عندك اكبر عدد من اللعيبه اللي تقدر تختار ما بينهم، وانت من البرازيل وماشيه مختلفه من اللاعبين، مساحه اكبر، عدد اكبر من اللاعبين اقدر اختار، عدد كبير من المحترفين ممكن احط عيني على بدل في كل مركز بدل 1 10. لكن يبدو ان مستوى طموح دونجا يختلف كتير جدا عن مستوى طموح اللعيبه اللي معاه. هل هو شايف رؤيه مختلفه غير اللعيبه شايفاها؟ هو شايف في اللعيبه امكانيات تانية غير اللي هي موجوده على ارض الواقع ربما. طيب، عندي سؤالين. سؤال رابط ما بين مباراة الأرجنتين مع كولومبيا والبرازيل مع باراجواي، الاثنين بينتهوا بضربات الجزاء الترجيحية. ليه؟ عادة المباريات اللي بتنتهي بضربات الجزاء معناه ان يا الجيم مقفول قوي يا الفرقتين تقال على بعض. بس في الحقيقة انا عندي تاريخ كبير للأرجنتين ما يأهلهاش لضربات الجزاء، وعندي تاريخ اكبر للبرازيل ما يخليهاش توصل لضربات الجزاء الترجيحية.
المدرستين مدرستين هجوميتين، سواء البرازيل والارجنتين. كويس. المدرستين في المواجهه مدرستين دفاعيتين، فطبيعي جدا ان المباراه ازمت بهذا الشكل. اولا الناحيه البدنيه عاليه جدا، الناحيه الجسمانيه عاليه جدا، تركيز في الملعب بشكل دافع ان هو لما يدخل في جون ويعوض. ده مهم جدا انك انت تلاقيه في فرق في كوبا امريكا. امر طبيعي. طبعا الثقافه بتبقى مختلفه عن المدرسه الافريقيه او العربيه. بتخلص بدري. ما عادش الكلام ده بقى، ما عادش الكلام ده، بدليل النهارده احنا بنقول اهو لسه حضرتك من شويه ان الشباب في البرازيل بيقع، ان الفريق الاول بيتعثر، ان الارجنتين بتكسب بصعوبه جدا وبضربات الجزاء اللي هي المفروض ما تكسبهاش، لان برضه هي بتعتمد على اللاعب الواحد. طيب بغض رغم ان معاه مجموعه من النجوم كافراد هم طيب عدم وجود نيمار ما فيش شك. كم في المية؟ يعني هو مؤثر بس كم في المية؟ مؤثر، لكن يعني عشان اسيب لا احط لاعب واحد هو اللي شايل الليله صعب. يعني يؤثر ب 40%، لكن مش هو طيب لوحده. هسألك سؤال ثاني منطقي. دونجا ايه اللي يخليه مستمر من ساعه كارثه المانيا بتاعت المونديال كاس العالم 2014؟ والله هنا بقى بتبقى ايه بس خد بالك انا بتكلم مع الناس عشان انا جمهوري في الوطن العربي كله، فانا عايز الثقافه هي اللي تبان. احنا عندنا في الوطن العربي لما واحد بيقع النتيجه تقيله خلاص ما بتقوملوش قومه تاني، تلاقي تصريحات ضده واللعيبه ضده والاتحاد ضده والاعلام كله قلب الترابيزه عليه. دونجا بعد كارثه زي اللي كانت مع الماكينات الالمانيه، حتى لو هم ماكينات المانيه دي البرازيل برضو فضل مستمر. العله كانت ايه؟ العله هنا هم، وهل بعد السقوط هذه المره هيكمل برضه؟ لا هو كمان بعد تصريحاته لابد ان يبقى فيه وقفه اكيد، يعني ان اللجنه الفنيه بالاتحاد البرازيلي هيبقى لها كلام معاه. هل التصفيات صعبه على البرازيل زي ما بتقول، ولا انت مشاكلك مشاكل اخرى؟ لان لما نشوف كاس عالم بدون البرازيل ده موضوع تاني يعني، او حتى ان البرازيل توصل بصعوبه ده برضه موضوع يعني صعب ان احنا ننتظره بعد 2014. لكن النهارده جمهور البرازيل عايز يشوف البرازيل بتكسب بطوله، والله مش عايز يشوف في العالم كله. يعني مش عايز يشوف في بلد انها حتى ما قدرتش تفوز بيها ببلدها. طيب خلينا نشوف التباديل والتوفيق، لان انا عندي شيلي والاوروجواي خلاص عدت شيلي، بيرو بوليفيا عدت بيرو. انا عندي مواجهه قويه جدا جدا ما بين شيلي صاحبه الارض والجمهور وما بين بيرو. وعندي ناحيه ثانيه خلاص البرازيل اوت، بقى عندي باراجواي بتلاعب التانجو الارجنتين. اديني كده معيار للغلبه، ممكن يكون الكف تبقى راجحه عند مين؟ والله المستوى اللي واضح ان الاثنين قريبين في الارجنتين وباراجواي. الاثنين مدرسه لاتينيه، الاثنين قريبين في مدرسه الكوره، الاثنين واصلين لضربات الجزاء الترجيعيه. الاثنين كمان لهم القاب سابقه، فبالتالي برضو يعني لهم تاريخ في البطوله، فبالتالي برضو جزء منه هيلعبوا عليه تاريخ البطوله. وصولوا النهارده هقول برضو يعني الارجنتين اقرب. احنا دايما بنتكلم بلغه الكبار. طيب شيلي وبيرو، يعني فرص منظم البطوله دايما بتبقى اقوى من اي حد، لكن ممكن بيرو تعمل مفاجاه، خصوصا ان بيرو برضو لها تاريخ في فوز بطوله. تشيلي عمرها ما خدت البطوله رغم انها بتنظمها. صحيح. يعني بس تصريحات في استغلال الامكانيات المتاحه خلاص، وفي وجود واحد زي ارتور فيدال، سانشيز وغيرهم. الحقيقه انت عندك برضو فرص تقيل، حتى لو ما كانش ليهم تاريخ ان هم خدوا كوبا امريكا قبل كده، لكن الفريق هذه المره وتنظيمه واعداده بيقول حاجه. ميسي اللي عامل الثلاثيه مع برشلونه بيختلف الاداء هنا، لانه برضه بيلعب مع مجموعه مش هي نفس المجموعه اللي بيلعب معاها. خلي بالك برضه انت خارج من نهايه موسم في اوروبا، اللعيبه دي كلها مجهده او بمعنى اصح زهقانه كوره، بس هم مقدمين جيم كويس، مش مختلفين. لكن في النهايه مش المتعه اللي انت منتظرها، يعني مش المباراه اللي تشدك ال 90 دقيقه مش قادر عينيك ورا الكوره. يعني دي برضو مختلفه، ما كانتش موجوده. موضوع ان انا اقعد اتفرج على الماتش لمجرد ان 90 دقيقه يخلصوا واشوف مين كسبان،
دي جديده برضو يعني في البطوله. عشان انا في دي هختلف معاك، انا بستمتع بشيلي بصراحه. حتى مباراته الاخيره قدام اوروجواي ومع طرد اديسون كافاني، او مع الواقعه الاخلاقيه اللي الناس كلها بتتكلم عليه، بس انا شفت انه الفريق تقيل كرويا وعنده اصرار وعزيمه انه انا صحيح بنظم وممكن يبقى لي دفعه، ممكن التحكيم يبقى معايا، ممكن حاجات كتيره الحقيقه، لكن اللعيبه قتل نفسها. سانشيز بالتحديد كان عارف انت بتلاقيه في كل حته، في ركن الملعب، في وسط الملعب، ورا بيدافع وقدام. ده جميل، ده جميل. بس يستمر يستمر ده. عايز اقول لك لو تفتكر مباراتنا الوديه معاهم اللي كانت في لندن، هم عملوا معانا مباراه فوق الوصف، ورغم ان احنا كنا متحمسين جدا ان احنا بدلنا بالتسجيل في تشيلي، لكن هو منتخب رائع. لكن النهارده بيرو هيركز على استفزاز الجمهور تشيلي، وان ده عامل ضغط كبير جدا على اللاعبين. فبدا المدرب اللي هم يعني انا عايز الجمهور ينقل توتره للاعيبه في الملعب. فدي مهم جدا ان انا ابدا اوتر اللعيبه في الملعب، ان انا ممكن هيبقى الجيم مقفول. صح. ممكن يعني برضه كل واحد بيستغل اوراقه. كل واحد بيستغل اوراقه. في دفعه معنويه للجمهور. طبعا في دفعه معنويه، ممكن التوتر يجيب نتيجه عكسيه. الباب رقم 2 انا عندي في دوري الابطال، عندي المجموعه اللي فيها سموحه والهلال السوداني، مازيمبي الكونغولي والمغرب التطواني. سموحه والمغرب التطواني مباراه تستحق التعليق. 2 او تاخر لسموحه بهدفين وتقدم للمغرب التطواني، ثم سيل اهداف في منتصف الشوط الثاني لحد الفينالة 3. اصرار، عندي اقاله لمدير فني ومدير فني جديد، عندي اصرار للعيبه، وعندي المغرب التطواني ليس بالهين او اليسير او السهل انه ياخد ال3 دي، محتاجه تفسير مع استاذ لطفي السعد بعد الفاصل. رمضان كريم عليكم من برنامج رمضان كريم مع ميكو. طول عمري عايش في مصر وما خدتش بالي الفرق ما بين رمضان في مصر او في لندن. ومن احسن الحاجات ان انا عايز اوريكم رمضان في دولة مش مسلمة، بس فيها مسلمين كتير بمختلف الطبقات ومختلف الجنسيات. كل واحد بيقضي رمضانه مختلف، رغم ان هم بيتوحدوا في الاخر على ترابيزة واحدة بتلم كل الجنسيات وكل المستويات. عشان كده انا عايز اروح اشوفهم بعينهم واقضيها معاهم واوريكم الموضوع ايه، لان برنامجنا بس عن الناس مش عن الحدث. ورمضان كريم مع ميكو. ومن سوريا تابعوني أنا موسى العمر على الغد العربي. السوق والسوق الأسبوعي، أحداث اقتصادية وحياتية، اهتمامات الناس وأصحاب الأعمال بالخبر والتحليل واللقاءات، إضاءة على الجديد في العلوم والتكنولوجيا، ونظرة متأنية على الحاضر والمستقبل في السوق والسوق الأسبوعي. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام. نقطه بس بسيطه كده نحطها في الصندوق زي ما تعودنا مع بعض. الانديه اللي بيكون رئيسها دايما رجل اعمال تقيل او نص على حسب، يعني المهم ان في ماني توكس في الموضوع. هل القرار فيها بيكون للاداره الماليه ولا للاداره الفنيه؟ يعني المدير الفني هو اللي بيختار اللعيبه، هو اللي بيتكتك، هو اللي بيقول واعمل واكسب هنا واخسر هنا وابدل هنا، ولا بيجي له الاوردر من فوق؟ لا
ما تلعبليش الولد ده، لا 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 الماتش ده لازم تعمل فيه كذا. وحبذا بقى يقول لك كل لعيب هيطلع بمكافأة مادية مالية كذا 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 1000 جنيه بقى دولار على حسب الفريق فين. اي الفكرتين ارجح في وطننا العربي يا استاذ لطفي؟ لا هو طبعا ودخلني على سموحه بقى لان انا المكسب ده عند سموحة الاداره يعني. الماليه، يعني الاداره الماليه ليه؟ دايما من يملك من ينفق يحكم. لا بس مع واحد زي كابتن حلمي طولان الموضوع ده ما كانش هيمشي. ايوه ما هو انا عارف راجل شخصيا مش هيعدي يعني. طبعا وما ترتب عليه ان حلمي طولان مشي وجي ميمي عبد الرازق قياده مؤقته للفريق لحين انهاء التعاقد مع محمد يوسف مدير فني لسموحه عشان يبدا يكمل معاهم افريقيا. طب الحكمه في ايه؟ يعني المهندس فرج عامر راجل خلوق ومحترم وكل حاجه، لكن هو صاحب الفلوس صاحب المال. وكان كابتن حلمي قبل ما يتم اقالته او قبل ما يمشي، هو بالمناسبه في سبب واضح للاعلان تعاقدات اللعيبه يعني ايه؟ كابتن طب حلمي بص لي كده على التشكيل عشان برضو الناس تعيش معانا. انا عندي المهدي سليمان تحت في حراسه المرمى، عندي سيد فريد بس ياسر ابراهيم وايمن اشرف ومنساك واكو في منطقه الدفاع، عندي مصطفى طلعت واحمد نبيل مانجا وابراهيم عبد الخالق في منطقه الوسط، وطبعا النجم هاني العجيزي وصلاح امين واحمد شكري في المقدمه. ايه في الولاد دول جاي بالغصب يعني؟ لا مش دول، ده الموسم الجديد. الموسم الجديد بنتكلم في الموسم الجديد. طب كويس. يعني هو مش راضي على اللي جاي، هو مش راضي قدام الناس اللي لعبوا بيه، مش راضي عن اللي جاي على اساس ان هو بيفاجئ في الاعلام ان سموحه وقع مع اكتر من لاعب. طيب اللاعبين دول هل هو كمدير فني عايزهم ولا مش عايزهم؟ هل هو عينه على الناس الثانيه؟ لم يؤخذ برايه؟ لم يؤخذ برايه. وهنا تبين من الامر وفق حديث المهندس فرج عامر معايا بالامس، قال لي انا مش هو الاهلي لما بيفاوض لعيبه دلوقتي فتحي مبروك بيتدخل؟ قلت له لا ما بيتدخلش لان فتحي مؤقت. بس وانا بالنسبه لي كان حلمي طولان مؤقت، فانا بفكر في مدير فني تاني، فطبيعي ان انا هجيب لعيبه وفق احتياجاتي اللي انا شايفها للموسم اللي جاي مع المدير الفني الجديد. طيب مجموعه اللعيبه دي طب خلينا برضو على ارض الميدان يعني ارض الملعب. عندي تخبط ان صحت الكلمه، او عندي قرار حاسم من مجلس الاداره ان انا خلاص مش عايز المدير الفني موجود وبجيب مدير فني جديد. اللعيبه ما بيحصلهاش خلخله كده؟ يعني انا عندي فريق قدر يحسم التاخر بفوز مستحق وفجائي وقوي. طبعا دول مش دول مش شكل لعيبه، دول شكل لعيبه مركزه ما فيه. لا دي ناس بقى خبرات، دي خبرات مكتسبه، وفي سواء كان منهم اللي في اهلي او زمالك او في اسماعيلي، لكن وفيهم عدد ما خرجش من سموحه، لكن عندهم خبرات دايما. هنا بستغل الماده ان انا احاول ان انا احقق المكسب الفجائي زي ما حضرتك بتقول، ان انا رصدت 30,000 جنيه للفوز على تطواني. لا والله يعني هي القصه كلها كانت ب 30,000. هي الموضوع النهارده ولاعيب الكوره في النهايه لما انا بلاقي اللي قدامي بيتعامل معايا بالنقطه انا بتعامل معاه بالماني. خلاص هو عايز مني 3 بونت، طب ما انا اجيبهم يقدروا يجيبوهم. لكن امبارح ان سموحه يعوض الاثنين يجيب 3 ده حافز، ده حافز كبير جدا. وبعدين ده يحطه على تراك النهارده. طب انت النهارده بتعمل ده في افريقيا ما بتعملوش في الدوري، انت ليه بتعملش ده؟ فيقول لك ان انا مجهد في افريقيا جدا، فبالتالي بادي اداء روتيني وظيفي في الدوري بحيث ان انا افضل في الدوري. ده اقصى طموحي ان انا افضل في الدوري، ما عنديش طموح تاني، لكن مركز قوي قوي في افريقيا. طيب النهارده هل الدكتور ميمي عبد الرازق هل هيكمل؟ طبعا صعب انه يكمل مع الفريق في افريقيا، فبالتالي هيبقى في الايام اللي جايه حسم موضوع محمد يوسف مدير فني لسموحه لتولي القياده الفنيه خلفا لحلمي طولان. هنا ال 30,000 لو الرصد هنا في مباراه سموحه مش مع لاعيبه كويسه وعندها خبرات يعني خامه كويسه، ما كانش هيجيب ما نتيجه، كانش يجيب نتيجه. وده حصل قبل كده مع الجونه في الدوري وهي بتلعب الزمالك، وقالوا ان مهندس نجيب ساويرس يعني كان هو سميح رئيس النادي، بس كانت العيله كلها بتتفرج على المباراه في التصادر ده. فهم لما عجبهم الشوط الاولاني اللعيبه عامله ماتش كويس، فدخلوا بين الشوطين للعيبه، فكل واحد قال انا رقم، انا هدفع 10 والتاني 5 والتاني 10. فاللعيبه نزلت الملعب قعدت تحسب هتصرف الفلوس في ايه، فنسيت المباراه فخرجت خسرانه. فهنا الفارق الخبرات عشان يبقى مثبتين النقطه ماني توكس يعني. هو ده حديث المال او حديث الماده فيما يتعلق بكره القدم، هذا لن ياتي بثمره يعني، والله اعلم. طيب الكونفدراليه
مجموعه اولى اهلي، نجم ساحلي، استاد مالي، الترجي الرياضي، والمباراه اللي احنا شفناها امبارح ما بين الاهلي وما بين الترجي، وبتنتهي بنتيجه تقيله قوي على الترجي. السبب ايه؟ اولا الترجي في 6 اساسيين عنده ما بيلعبوش هذه المباراه. فريق خد بالك الاهلي برضه عنده غيابات عشان مش ما يبقاش في مختلفين. تحيز يعني الفرقتين فيهم غيابات. الفرقتين فيهم غيابات. لكن في النهايه الاهلي فيه مسابقه مستمره، هو ما عندوش مسابقه مستمره، فبدنيا وحساسيات المباراه اعلى بكتير جدا في الاهلي عن الترجي. اطرف تعليق بالامس ان الترجي حتى ما حضرش المباراه، لكن ما اقدرش اغزل برضو ان انا اقول ان حق الاهلي ان هو عمل مباراه كويسه. بقول ان انا عندي فجاه عبد الله السعيد بيتعافى ان انا هبدا اقول النهارده ان بحاول ارجع عمرو جمال من جديد، بحاول احط ايديا على المراكز اللي ممكن ايدها في ال5 مراكز اللي فاضيين في القائمه الافريقيه. هل هيد مين؟ واضح طبعا ان جده بعيد تماما عن الصوره. شريف عبد الفضيل ايضا نفس الحدوته، فهيبان ملامح الفريق لان انت عندك كم تعاقدات جديده. طيب عندي نقطه فنيا يعني يقال او انتوا علمتونا كده في النقد الرياضي، يعني اللي بيمسك وسط الملعب هو اللي بيقدر يسيطر على الجيم. تعال نشوف وسط الملعب في الفرقتين. الاهلي كان عنده طبعا رمانة الميزان الحسامين، حسام غالي وحسام عاشور، عنده وليد سليمان وعبد الله السعيد وتريزيجيه، تحت بيغذوا ايه؟ لعمرو جمال في المقدمه. طيب الترجي عنده حسين الراقي، هاريسون افول، تفتكروا اكيد افول، ونغموشي والمحريسي، والاثنين بيغذوا 2 راس حرب. يعني الاهلي كان عنده واحد صريح لكن الترجي عنده 2، فالمفروض ان انا عندي 50%، عندي 100% كدفعه هجوميه عند الترجي، ومع ذلك لم يكن لها اي استغلال. ده معناه ان وسط الملعب ما بيغذيش المنطقه الاماميه او منطقه الهجوم، مش كده؟ تمام. وانت اتاثرت كمان بطرد حسام عاشور في الدقيقه 69. فالنهارده العدد الاكثريه في وسط الملعب ما بين ديفندر وما بين مهاجمين كتيره. الاهلي عنده الاكثريه. الاهلي عنده الاكثريه، عنده 5 و5 حركيين 2 منهم ومهاريين صح. وفيهم واحد فايق، عبد الله السعيد وحتى حسام غالي كان يعني ايه اللي يبين لك حتى في الكوره اللي هو يعني ابعدها براسه رغم ان هو على الارض. يعني بتبين لك مدى الحماس والاصرار ان انت يعني بتموت نفسك حتى اخر دقيقه ان ما يدخلش فيه الجون. ودي مهمه جدا لان النهارده النادي الاهلي فقد كتير جدا في موضوع جريده. انا مقتنع ان الراجل كويس، لكن هو اللعيبه الكبار تامرت عليه بشكل او باخر وابعدوه لانه ما سمعش كلامهم. لكن بتثبت الايام ان الراجل كان ماشي صح، وكان تفكيره لاداره المباريات هو نفس تفكير فتحي مبروك، وفي النتائج هياها ما اختلفتش كتير. وكابتن فتحي موجود، وانا هحط في جريده بين هلالين كده الاعلام. طبعا طبعا. طيب ننقل بقى على الفارس الابيض نادي الزمالك. 1-0 بس جون بالجيم ب3 نقط. طبعا مش بالكم يعني. انت النهارده عندك 3 بونت هم اهم حاجه. طبعا هم لعبوا مباراه ناشفه على الزمالك. كان في عنف في المباراه بشكل كبير. الزمالك برضو فريق يقدر يكسب في اي وقت. لا حلوه دي. لا يقدر يكسب في اي وقت. عجبتني. لا بامانه يعني يقدر يكسب حاليا. الزمالك يعني الاعلام عامل مقارنه بين الاهلي والزمالك، يقول لك اللحظات الاخيره دايما بتبتسم للاهلي ما بتروحش للزمالك. ما فيش كده يعني. النهارده ما فيش حد يقدر يقول الكلام ده. الزمالك على الشاشه. تمام. ما فيش حد يقدر يقول الكلام ده لسبب، لان النهارده الحظ بيبتسم للي بيتعب في الملعب، مش في دي انا ان الاهلي محظوظ او الزمالك غير محظوظ. انا اسف في ديت، لا، لان النهارده ربنا بيديك لانك انت مجتهد في الملعب لاخر دقيقه. انا هسالك سؤال عشان الوقت يمكن الصفاقسي لعب على الفوز قدام الزمالك. طبعا لعب على الفوز. انا شايف انه الزمالك طمع الصفاقسي حتى لو كان على الاحتكاك، لان شوف الجون جاي في قبال نهايه المباراه، فهو اداك جيم طمعك انك ممكن تطلع وانت موجود في القاهره بماتش زي ده، لكن هو لعب على الفوز. طبعا. الدليل ايه طبعا؟ الدليل النهارده عدد الهجمات مثلا، قوه تاثير الهجوم. عندك خط دفاع كويس، عندك حارس مرمى كويس. هقول برضو ظروف ان الدوري عندهم لسه ما انطلقش، فبرضو مريحين. لكن في النهايه طب انا عندي 4 في الدفاع، 4 عمالقه. طبعا. ماهر حناشي وسليم المعجبي وياسين مباح وزياد الدربالي، ومع ذلك الجون لو شفته
ايمن حفني يعني اداها بالكعب موزه كده موزة. لحد ما وصلت خلاص. لحد سيسي، هي جت جول لوحدها، انا شايفها كده ماشيه في طريق المرمى يعني. ما هو دخلها الدفاع يا باشا كبير يعني. انا عايز اقول ما هو ده الاصرار بقى انك انت عايز تكسب، ده الاصرار انك انت عايز تغير من شخصيتك في البطوله. انا شايف ان الدوري الجاي يبقى اقوى بكتير. انا شايف ان دوري المجموعات كمان في الدور الثاني هيبقى اسخن من الحالي، لانك انت هتكون معظم الفرق بدات دورياتها بانت أكتر. فهيبقى بانت اكتر مين اللي بينافس ومين اللي ما بينافسش، ومساحات الفرص عند كل مين ان هو يقدر ينافس. لان النهارده هل هتقدر تقول ان انا طب هو هل ممكن الاهلي يقابل الزمالك في الدور قبل النهائي او النهائي؟ خليها صعب مفاجأة جدا للناس. يعني، ممكن تبقى صعبه طيب جدا. اخر باب هفتحه مع حضرتك يا استاذ لطفي واخلي الناس تشاركنا فيه. باكو في اذربيجان، وانا قلت لكم حتى في المقدمه جت عند الدولار وقفت بقى ما كانتش راضيه تمشي يعني. بس خلينا نشوف كليب الختام كان شكله ايه. زي ما استمتعنا بالافتتاح اعتقد الختام كان مبهرا للعالم باسره. رجعنا لحضراتكم. الحظ ابتسم لمين يا استاذ؟ روسيا بقى مبروك ليها 164 ميداليه، ما شاء الله. واذربيجان 56 ميداليه، وتفوق واضح على فرنسا وايطاليا والمانيا. طبعا حتى بريطانيا جت في المركز حتى- الثالث. اشكرك جزيل الشكر. شكراً. نورتنا وشرفتنا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. عموما روسيا اكتسحت صحيح 164 ميداليه، منها 79 ذهب بس. اذربيجان مركز ثاني، بريطانيا في المركز الثالث، لكن اعتقد اذربيجان حققت قوه وتاثير في التنظيم وايضا على الميداليات. كل التوفيق لمن اجتهد ويجتهد، والبقاء لله في نائب العمل.